ما تبقاش سبب في انك تعلم نفسك وتعلم غيرك حاجات سيئة. انا ازاي؟ والله العظيم ما بعلم حد حاجة. لما بتفرط في العطاء وبتدي الناس ببذخ وبتدي الناس اكتر من حقها، بتعلم الناس استغلالك يا صديقي. لما بتسامح كتير وبتتهاون في حقك، بتعلم الناس انهم يتهاونوا في حقك ويتهاونوا مع زعلك ويتهاونوا مع الحاجة اللي مضايقاك. لما بتكتر الاهتمام بالناس على الفاضي والمليان، بتعلم الناس حاجة اسمها الاتكالية. الاتكالية دي ان هم من الاخر يبقوا راميينها عليك، يبقى كل حاجة انت اللي بتعملها وهم ما بيعملوش حاجة خالص. لما بتزود في طيبة قلبك وانك تبقى رهيف مع الناس، ده بيعودك قدام الناس انك تكسر نفسك، وده صدقني مش حلو عشانك خالص يا حب. اسمع من اخوك، التوازن في كل حاجة ده احسن حاجة. وخليك يا عم ماشي بالوصية اللي بتقول خير الامور الوسط. في حاجات جميلة عندنا وعند الناس وطباع حلوة اتقلبت على الناس واتقلبت علينا بسبب ان احنا بنديها للشخص الغلط، بنديها للشخص اللي ما يستاهلهاش. وخليك فاكر ان كل مشكلة في الدنيا وليها حل، بس انت تدور على حد مختص وتحط ايدك على اول سبب المشكلة وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكل شيء هيتحل.